كفى يا ام ابراهيم، عظيم هو الله تبارك اسمه. كفى يا ام ابراهيم حتى لا تنقلب المدينه راسا على عقب. كفى. امر امير المؤمنين على عيننا وعلى راسنا. اللقاء بين المعز والبابا أفرام. يروى أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في إطار تسامحه الديني كان يستمع إلى مختلف الفئات والطوائف في دولته. وقعت مشدة بين يهودي ومسيحي حول نص من الكتاب المقدس يقول: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. إنجيل متى 25 رفع اليهودي الأمر إلى الخليفة المعز الذي استدعى البابا أفرام لتأكد من صحة النص وتطبيقه. طالب الخليفة البابا أفرام بنقل الجبل، وإلا سيكون ذلك دليلا على بطلان دينه. شعر البابا بالقلق والخوف، ولكنه صلى كثيرا طالبا الإرشاد الإلهي. ظهرت السيدة العذراء للبابا أفرام في رؤيا وأرشدته إلى القديس سمعان الخراز، وهو رجل متواضع يعمل في إصلاح الأحذية، قائلة له أن هذا الرجل لديه الإيمان الكافي لتنفيذ المعجزة. تجمع البابا أفرام ورجال الكنيسة والمؤمنون للصلاة والصوم لمدة 3 أيام، طالبين العون من الله. وفي نهاية هذه الأيام توجه البابا أفرام ومعه القديس سمعان الخراز إلى الجبل المقطم. صلوا جميعا بقلب واحد وإيمان قوي، وفجأة بدأ الجبل يهتز وينتقل من مكانه. كانت الحركة مرعبة لكل من شهدها، وأصبحت دليلا على قوة الإيمان والقدرة الإلهية. النتائج: إيمان المعز. يقال إن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي شاهد هذه المعجزة بنفسه وازداد احترامه للمسيحيين وقوة إيمانهم. أصبحت هذه القصة أحد المعجزات الشهيرة المرتبطة بالقديس سمعان الخراز، وتعززت مكانته في التراث القبطي. تعززت سياسة التسامح الديني التي اتبعها المعز، واستمرت الدولة الفاطمية في احتضان مختلف الأديان والمذاهب تحت حكمها. هل المقريز ذكر قصه نقل الجبل؟ نعم، المؤرخ المصري تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المعروف بالمقريزي ذكر قصة نقل جبل المقطم في أحد أعماله. المقريزي هو أحد أشهر المؤرخين في العصور الوسطى، وقد كتب بتفصيل عن تاريخ مصر والأحداث التي شهدتها. في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، والمعروف أيضا الخطط المقريزية، ذكر المقريزي قصة نقل جبل المقطم وأشار إلى أنها واحدة من الأحداث العجيبة في تاريخ مصر.